السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ شو أخباركم اليوم؟ بصراحة بدي أعمل فتوش وبتقولوا فتوش لبناني هين وخضرة وبدنا نفرد. أوكي مزبوط هالحكي كلياته. فبس مين ما عم ياكل من عندي فتوش بيقلي شو بتحطي للفتوش ليطلع هيك طيب. وأنا اليوم حقلكم شو حعمل. أول شي هنجيب صحن. أول شغلة بعملها الفتوش أنا بصلة أفرمها قصها نصين هيك، وفرمها رفيع قد ما فيني. الكل بيعرف يفرم رفيع. لهون منيح. هاي هفرمها احطها بصحن ورش عليها سماق قد ما بتحبوا السماق منه مضر مفيد. وفرفدها للبصلة خليها تشرب من السماق. كل زوم الحد اللي فيها ينزل، بس نفركها بالسماق بينزل كله، لأنه بدنا نحطها بالفتوش تعطي طعمة طيبة. هي أنا فرفتها كلياتها شفتوا. هبلش فرم الخضرة اللي عندي. شو ما بدك زعتر، بقلة، فليفلة، جزر، اللي بدك اياه. بس الطيابة بالفتوش انه تخلي الخضرة كبيرة، رفيعة وكبيرة، لتعطي طعمة الخضرة، تضل الخضرة طعمتها فيها. انا مش عم صغر كتير، عم بعملها وسط. حورجيكم الحبة. شفتوها الحبة حبايبي؟ حتقولولي لشو هالبهارات كلياتها هون؟ شايفين كل شي هون؟ هلا حقلكم شو حاعمل فيهم كلياتهم. بس خلينا نمشي خطوة خطوة. أهون من هيك ما في. طريقة البصلة كتير طيبة لما تعملوها هيك، عشان ما تطلع طعمة البصل بتمكن تطلع طعمة سماق. وناس بحبوا يقلوها خبزة، ناس بحمصولها خبزة. انت وذوقك شو بتحبي سويلها. انا بحب اقليها خبز، وايام ما بقلي خبز بخليها طبيعتها بلا خبز. بس هي الطيبة الفتوشة الأصلية مع خبز. أنا ما حكتر خيار، خلص الزوم. عم أختار الحشايش. هذا الخاص، حتى الخاص أنا غسيتهم كلهم نضاف زراف. بحب أغسل كل شي قبل ما أفرم. شفتوا الورقة كيف؟ عم حاول ما صغرها ولا كبرها، وهالوسط كل شي وسط حلو. كل شي وسط حلو. في ناس بحبوا يحطوا لها ملفوف، انا ما بحب احط لها ملفوف، لا احمر ولا ابيض، يعمل نفخه.
نستغنى عنه لما يفوت، مش اجباري. الروكة مش اجبارية، الاساس بالفتوش والبندورة والخيار والخس والفجل والروكة والبقدونس. انا حتى جايبه زعتر، بتعرفيها طعم كتير طيب الزعتر الفتوش. انا كله منقيته وغسليته وحطيته هون. ما في اطيب من السلطات، كتير طيبة. هاي تقريبا برجع بعمل لهم برمي انا، بس نضفهم على المزرعة ما بقشعهم زيادة، بضل هونيك خفيف. انا عم سوي لكم اشياء هينه، عن جد هينه، بس فيها اشياء في كتير ناس ما بتعرفها. يعني ايه هينه بنعملها، ايه صحيح كلكم بتعرفوا تعملوها، في اشياء ما بنعرف نسويها، تكون ما خاطره ببالنا. ليه عم تطلع هالشي طيب معهم معي انا عم سوي نفس الطريقه بس مش عم تزبط. فكل شي له شي، كل شي له فنه، واهم شيء انت وعم تطبخي تعطيها للطبخه حقها. شفتي صحن الفتوش، اعطيه حقه، اعطيه محبتك، اعطيه محبتك. اذا ما اعطيتيه محبتك ما طيب الاكل. انا البندوره حتى بكبرها. في طرق كتير بشوفها على اليوتيوب، اعملي هيك واعملي هيك وبجربها. انا على فكره انا بحب جرب كل شيء، كل شيء بشوفه بوجهي بجرب. لو بعرف فانا بحب جرب. طيب ليه بتجربي؟ بركي طريقتهم احلى، بركي طريقتهم اطيب من طريقتي، ما بأثر، بجرب. بحب طعم ولادي الشيء الطيب، انت كمان هيك لازم تعملي، حتى عشان ولادك ما يصيروا ياكلوا من برا. ما بقلك ان ولادي ما بياكلوا من برا مبلا، بس كمان اكل البيت ما بيعلى عليه. فبحاول قد ما فيي اعمل الشيء الطيب اللي مثل برا واطيب. تقريبا حنخلص تفرين كل شيء. نحن عم نتحدث معكم نتسلى. ما اكل شي معنا صحن الفتوش، كلنا عنا اشغال برا اشغال بالبيت، نشتغل برا ونشتغل بقلب البيت، مش اشكال. مثل ما بدي اعطي حقي لبرا بعطي حقي لاهل بيتي وجوزي وولادي. لان اذا ما اعطيتهم حقهم بكون انا الخسرانه مش هن. انا اللي حق اتعب. اكل برا منه مفيد مضر، اذا مرضوا انا اللي حق اتعب بالسهر. انتوا بتعرفوا القصص كلها. ماما بتقلي دايما الولد هو صغير بتعرفي تتحكمي فيه، بس يكبر ما عاد فيك تتحكمي فيه. معها حق، والله معها حق. لما كانوا صغار طعمين كل شي ما اشتري شي من برا.
ما اقدر هلا برا بالمرة وتعملي شي من برا، هلا ما قادرة يعني، بس قد ما في بحاول انه سويلهم شي مثل برا عشان ما ينتهوا لبرا. ما بقولكم ما بحاول، بقى يعني صاروا صبايا وشباب ما في لهم لا، ما في يقدر يقول للولد لا ممنوع. هذا البطاطا مش للفتوش، هذا بدي اعمل فيه تشيبس. شي نهار بعطيكم طريقة التشيبس اللي بعملها انا لاولادي. هاي زعتر كمان مغسولين، هنقي منه. مش اجباري كلها تضمي يعني، قد ما بدك قد ما بتحبي. انا ما جبت نعناع، هي بدها نعناع. ما لقيت عند الخضرجة، يعني بيجي من الشغل بيكونوا فارمين الاخضر واليابس عند الخضرجة، ف جبت الموجود. ننقي شوية زعتر ونخلصهم. ما حكتر عشان هذا الزعتر حد. هيدا الزعتر بيعبي رمل كتير، فانتبهوا منه كتير، نقعوه. انا بنقعه بقص شروشه اول شي من تحت وبنقعه وضلني بغسل فيه كتير، بيعبي رمل لانه العرق بزق العرق. خلص انا ما بدي زعتر. في عندي شوية فجر، كل شي انتو بتحبوه بسويه ما بأثر. اي شي بدكم تسووه ما بتعرفوا تسووه قولولي، فقولوا بالكومنت انا بسويلكم الفكرة معكم. حاول مرق اللي بدكم اياه، بس انا عم مرق اللي انا بدي اسويه هلا كل يوم بيوم، وشو عم سوي ببيتي، فانا عم مرقكم اياه. ما بدي مرقكم بكره، الله خلانا عايشين. طريقة لف الملفوف، ناس كتير تقول ايه لف ملفوف، طب ايه هين صح، اهون شي باللف، بس كل واحد عنده طريقته بالحشي، طريقته بالقلب الحشوة شو بحطوله، طريقة اللف، طريقة الصف، طريقة بتحطي بقلب النار عزوم الأكل، كل شي إله شي مظبوط. كل ناس بتحب شي تاني، جربي كل الطرق، بس أكيد اللي بحبوها أولادك وجوزك أنتي بتسويها. بتسوي شي ما بحبه، فأنا بسوي كل شي بحبه. هذا الفتوش غرامة بتسويله اياه. لاحقين على رمضان كده نعمل فتوش، بس كمان خليط ايام العادية. اوكي خلصنا الشي هون. هيدا اكيد بنقطعهم ونحطهم هون.
زيتون. هلا بدنا نعمل صوص تاع الفتوش. ركزوا معي شوي بالصوت. هقلكن شو بعمل فيه، بس بدنا شوية تركيز. هيك الصوص هون انا ما بحطه دغري بقلب الفتوش، اللي بده بزت على صحنه وبحط. اول شي حطينا هون شفتوا لهون زيت زيتون. هحط جيب معلقه وعير معكم المعلقه. دبس الرمان. دبس الرمان اليمامه كتير طيب، انا بستعمل اكتر شي تعود اليمامه، حتى حمض الحامض اليمامه، الخل اليمامه. بحط معلقه دبس، شفتوا معلقه. حامض قد ما بدكم، هيكو فيكم تستعملوا حامض عادي، عنا حامض بس انا ما بقدر اعصر. حامض قد ما بدكم. هون ذوقكم، لا عم تحطيهم بالمرطبان. صحيح ليش عم حطهم انا بالمرطبان؟ سماق حطينا بقلب البصل ما بدنا نحط. حط ليكو قد ايه، يعني حتى اقل من نص زنجبيل ناعم. الريحه والطعم للزنجبيل مش مقبوله قد ما طيبه. هون كمان مثلها، شفتوني قد عم بشيل منها، يعني فلفل اسود. هيدا القرفه ايام البقدونس من الارض بتطلع ريحتها هيك شويه مش طيبه، او بتشموها ريحتها زنخه، لانه نحن بنغسلها وكل شيء بس ما بتروح الريحه. وبنحط هيدي القرفه كمان ربع معلقه. هدول كلهم رح تحسوا فيهم يعني انه بهارات كتير خفيفه. كمان ربع معلقه سبع بهارات. عالم كتير بتقولوا هو كله بدك تحطيهم، انا كله بحطهم. ملح قد ما بدك، شو بتحبي ملح حطي بقلبه. هون تمام. نعناع يابس، انا النعناع يابس لانه ما لقيت نعناع، حط نعناع يابس. فيك تحطي نعناع اخضر، بس برش ورش هون لهون منيح. هون بعد في دبس. وبخلقهم. هاي بس تخلطيهم كلهم سوا وتحطيهم بالصحن بيطلع اطيب، اطيب بكتير. نرجع نخلطهم. انا حطينا رشة نعناع يابس. اجيبكم هلا البصل ما مبين لونه موف، هحطه بصحن واجيكم كيف بحط الصوص. انا قلت لكم الخبز اختياري، بدكم بقلي لكم خبز هلا. الاحسن بلا ما اقلي حطوا خبز مقلي انتو. طلعت كل شي، هاجيكم شو في بالصحن. في بندوره، خيار، بصل، جزر، خاص كله انا خلطته. بجي لهون من هيدا المرطبان، هيكم مخلوطين كلهم سوا. شفتوا الصوص شو جامد شوي؟ هارجيكم على معلقه كيف جامد. يعني مش مقبول قد ايه جامد. طيب هلا بتشوفوه انتو رخو، بس لا قوي جامد جامد. انه فيه دبس الرمان. بدنا ندوق اذا ناقصه شي اكيد. الطباخ السم ذوقه، نحن طبخناها، نحن عملناها، بدنا ندوقها. اكتر من روعة.
شفتوا شو طيب هذا البصل مع السماق. هلا بودعكم، بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. نلتقي بالملفوف. ملفوف شو بدنا نلف ملفوف. اوكي يلا باي.